كنظن هاد التظاهرات كيف هضرنا دابا هي تظاهرات تحدي، بحيث انها جات في ظروف اللي هي ظروف استثنائيه، لا من الناحيه الاقتصاديه ولا السياسيه ولا السلميه. وهذا العام عندنا واحد الشركاء اللي هما شركاء رسميين، منهم المدعم الرسمي اللي هي فولكسفاجن، والشريك الرسمي اللي هما وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، مع المجالس المنتخبه ديال مراكش. فاذا حنا كان هاد الدوره هذه عايز تكون دوره مهمه جدا، لا من ناحيه المشاركه ديال العدائين اللي عايز تكون تقريبا 13000، ولا من ناحيه التنظيم، ولا من ناحيه ديال التوقيتات اللي ان شاء الله تكون توقيتات جيده، لان الابطال اللي عندنا هذه السنه لاول مره عندنا ابطال عندهم ساعتين وربعه، جوج الابطال، واللي عندهم ساعتين و21 دقيقه بالنسبه للنساء. فاذا تظاهره ان شاء الله تكون تظاهره مهمه جدا، وغادي نحصلوا على نتائج جيده، وكنبغيو ان شاء الله وسائل الاعلام تتعاون معنا باش ننجحوا جميع هذه التظاهره هذه اللي كيف قلت هي تظاهرات استثنائيه. رشيد بن مزيان على اللجنه المنظمه للدوره 34 الماراثون الدولي لمدينه مراكش. ان شاء الله الرحمن الرحيم ستعرف 2024 السنه الاولمبيه الهدف الرئيسي لكل المشاركين، وهو يعني يحاولوا يحصلوا الحد الادنى باش يشاركوا في الالعاب الاولمبيه اللي تكون في باريس شهر 8 2024. وعلى الخصوص الابطال المغاربه وعلى راسهم عمر الشيتاشن خصو يجري قل من ساعتين و8 و10 ديال الثواني باش يتاهل يمشي لفرنسا ويمثل المملكه المغربيه. هناك حضور ابطال كبار من المدارس الكينيه والاثيوبيه والمغربيه. ملي كنذكروا كينيا كنذكروا سامي كيثوارا معروف في المملكه المغربيه بالفوز 10 كيلومتر ديال وزان، نصف ماراثون ديال الحسيمه، وحامل الرقم القياسي ديال نصف الماراثون ديال الرباط الفتح الرباطي. يعني هذا بطل كبير جدا. وايضا حضور تيفاي دي بابا، هذا عنده الرقم القياسي ديال دبي ساعتين و4 ديال الدقائق. نتمنى حظ للجميع، وهذه مناسبه باش نشكروا جميع الناس اللي كيساعدوا هذا الماراثون من قريب او بعيد، وعلى الخصوص السلطات المحليه وراسهم السيد الوالي وكل المستشارين، وايضا شكرا للصحفيين، ونتشافوا نهار الاحد ان شاء الله. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرشيد، رئيس عصبة مراكش تنسيق تحوز الالعاب القوى. الحمد لله هذه السنه بعد هذه 3 سنوات الحمد لله وكاين الشراكه مع جمعيه الاطلس الكبير، وانا تنشوف شخصيا سنه على سنه الحمد لله الماراثون تيتطور من ناحيه العدد المشاركين، من طريقه التنظيم المحكم، لا لوجيستيك. وهذه السنه هذه ان شاء الله تكون دوره خاصه ان شاء الله، لحقاش راكبنا واحد التجربه اللي كانت كوفيد. الحمد لما جات كوفيد دونك غنرجعوا لورغانيزاسيون ديالنا اللي كنا فيها في 2020، وان شاء الله وهذه السنه غتكون سنه خاصه ان شاء الله بحول الله. وتنتمنى انا اللي تنتمنى وتنطلب من الجميع، لا من المتفرجين ولا من اولا الصحافه بصفه عامه، ولا من المتفرجين ولا من اي واحد جا الماراثون، تنطلبوا منا انه يعتبر راسو واحد من لي زورغانيزاتور. اشنا هو كل واحد يدير الدور ديالو، الا درنا كل واحد الدور ديالو اكيد غنوصلوا للنتيجه ان شاء الله اللي بغينا، وهذه النتيجه غتكون في المصلحه ديال بلادنا ان شاء الله، بتكون واحد التنظيم اللي تداهي التظاهرات الدوليه. وماراثون مراكش ماراثون اللي خاصو وصل الوقت ديالو باش يضاهي الماراثونات الدوليه مثل بوسطن ونيويورك وشيكاغو ان شاء الله. واكيد ان شاء الله النهار غادي يجي لما تضافر الجهود ان شاء الله. شكرا.